مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن خطوات لازم نفكر فيها قبل ما نجيب حيوان أليف. الخطوات دي لازم فعلا مهمة جدا. أول حاجة نفكر فيها، نسأل نفسنا كم سؤال بسيط: هل أنا جاهز؟ هل أنا عندي وقت؟ هل أنا عندي صبر واهتمام؟ وحاجة تاني برضو مهمة جدا، لو أنا أعرف إن ما عنديش مثلا حساسية ضد الحيوانات يبقى لازم أعمل تحليل. لو ما أعرفش، لو أنا عارف عندي يبقى لازم أطعم علشان الحساسية اللي عندي اللي هي ضد الحيوانات الأليفة. لازم أكون عارف قوي ومتأكد إن الحيوان ده مش لعبة، دي روح هتعيش معايا سنين. لو مشغول على طول أو أنا من النوع اللي بسافر كتير مش بتحب النظافة، يبقى فكر تاني. الكلب محتاج يمشي، يلعب، يخرج برا البيت. أما القط ممكن تكون أهدى، بس برضو محتاج اهتمام ورعاية وحب ونظافة. ما تفكرش في الشكل بس، فكر مسؤولية. الحب لوحده مش كفاية، لازم الالتزام والاهتمام والرعاية. تكون مستعد دايما طبعا ليهم في اللعب واهتمامك بيهم. دي أهم حاجات بجد. لو مستعد تفتح بيتك وقلبك يبقى مبروك عليك، انت كسبت صديق وفي يحبك بدون شروط. الحاجة التانية، ازاي اجهز البيت قبل ما يجي عندي الحيوان الأليف، سواء كان كلب أو قط. لو قررت تجيب حيوان أليف لازم تجهز له بيته الصغير جوا بيتك. ما ينفعش يدخل كده فجأة من غير ما يكون لي مكان ويكون لي نظام. أول حاجة مكان النوم لازم يكون هادي ودافي ونظيف. سرير صغير مثلا، أو كرتونة، ممكن كرتونة عادية مبطنة حاجات دافية كده، أو بطانية، أو حتى بطانية ناعمة اللي تكون بتدفي بس تكون خفيفة مش تقيلة، حاجات جامدة. المهم يحس بالأمان. تاني حاجة طبق الأكل، طبق مية. طبعا لازم يكون طبق مية، والأحسن بيبقوا ستانلس ستيل أو دايما يتنضف كل يوم طبعا. تالت حاجة لتنبيهات أو القطط الصغيرة، البيبيهات الصغيرة للقطط، أو تجهز له رملة في طبق صغير مخصوص طبعا علشان يعمل حمام. والكلاب تعلم امتى، الكلب مثلا يتعلم امتى ومكان الحمام ويمشي بيه كل يوم برا عشان يعرف مكانه. لما يعمل فيه بيبقى عارف الكلب دايما بيشم الروائح، فبيبقى عارف ده مكانه بيعمل فيه. رابع حاجة شوية لعب بسيطة، كرة صغيرة، لعبة تعض. الكلب دايما بيعض، القطة طبعا بتبهدل الدنيا بس هكلمكم فيها في فيديو تاني. او حتى حبل صغير بيتنطط عشان يمنعهم مثلا من الزهق والملل، يخلي الحيوان مبسوط. وخلي بالك ان كل حاجة محتاجة تتحط في مكانها، يعني ما تغيرش المكان كل شوية احطه هنا ولا احطه في مكان تاني. لازم يكون المكان ده مكان لعب او مكان الحمام، مكان الاكل والمية لازم دي تكون اماكن ما تتغيرش علشان ما يتلخبطش، عشان يعرف ده مكان الاكل، ده مكان الحمام، ده هنا اللي نلعب وكده. فيبقى فاهم الحاجات دي. لو غيرت كل شوية بيتلخبط طبعا، هو كده لو عمل حاجة يبقى هو مش مسؤول، غلطتك. وعايزة اقولك حاجة مهمة جدا، ابدأ صح وخلي اول يوم له في بيتك يوم دافي ومليان حب عشان يحس بالراحة، وانت كمان تبقى مبسوط بيه وهو مبسوط بيك.
وأنا ماري، واستنوني في نصيحة جديدة من تربية الحيوان الأليف. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتابعوني علشان نوصل صوتهم لأكبر عدد. باي باي.